هاتولي واحدة ما بتشتكيش من توتر أو قلق أو عصبية مرض العصر لحد النهاردة. احنا كبنات مالتي تاسكر بنعمل اكتر من حاجه في نفس الوقت، ويا سلام بقى لو انت مامي وعندك اطفال، شغل وبيت واطفال وتنظيف وغسيل، ويا سلام بقى لو بتذاكري او بتحضري دراسات عليا، تلاقي نفسك في سايكل ما بتخرجيش منها وعندك طول الوقت صداع ما بتفصليش، حتى المسكنات مش جايبه معاكي نتيجه. قالت لي يا دكتور انا نايمه بالليل بصحى كل ساعه حرفيا بسبب ان انا عقلي الباطن شغال وما بيفصلش، فانا مش عارفه اعمل ايه. العصبيه والستريس مسيطرين على كل حاجه، يا اما شهيتي مقفوله تماما، ارتجاع عصبي، قولون عصبي، معده عصبيه، مش عندي اي شهيه بسبب الجات برين اكس، يا اما قالت لي يا دكتور ايموشنال ايتنج رهيب، ما ببطلش اكل طول اليوم، مضغوطه باكل، زعلانه باكل، سهرانه باكل. اهلا بيكي في لخبطه الهرمونات. اللخبطه اللي حصلت في هرموناتك دي سببها الاسترس للاسف، لانه من الاعمده السته الاساسيه اللي بتاثر على هرمونات جسمك وعلى الكواليتي بتاعت حياتك، زيه زي الاكل وزيه زي النوم بالظبط. فانت محتاجه انك تعملي اعاده ضبط المصنع لهرموناتك من تاني، وده انا الحمد لله قدرت اعمله بعد ما بقيت استخدم اشواجندا فيتا كير. وبصراحه انا لاحظت الفرق، عشان كده قلت اقول لك على طول. اللي فرق اشواجندا فيتا كير عن الاشواجندا اللي انا استخدمتها قبل كده وما جابتش معايا اي نتيجه، ان هي التركيز بتاعها مطابق للدراسات اللي اتعملت عليها، فالقرص الواحد فيه اكتر من 600 مللي جرام من الاشواجندا. تاني حاجه الكواليتي بتاعتها عاليه لان الماتيريال مستورده. تالت حاجه مطابقه لمنظمات الصحه العالميه زي الFDA والGMP. اهم حاجه ان هي مش معدله وراثيا، بتدعم نشاط الغده الدرقيه، فلو بتشتكي من خمول او بتشتكي من نشاط هتلاحظي فرق، وخصوصا لو تركيز القرص الواحد اكتر من 600 مللي جرام، وده بناء على دراسات قويه اتعملت عليه. تاني حاجه بتدعم نشاط الغده القذريه، فهتحسن هرمون الكورتيزول في جسمك، هتقلل الليفل بتاعه جدا، وهتظبط تصنيع هرمون الميلاتونين. مهمه جدا لو بتتمرني لان هي هتساعدك على بناء كتله عضليه، تزود النشاط وبتزود التركيز، وده بصراحه انا لاحظته وما كنتش عارفه سببه ايه. كمان هتحميكي من سرطان المبيض، ولو عندك لخبطه في مستويات هرمون الاستروجين تحسن توازن الهرمونات معاكي من تاني، وهتقلل هرمون البرولاكتين هرمون اللبن في جسمك. عايزه بقى تعرفي مين ما ينفعش انه يستخدم اشواجندا او مين ياخد احتياطاته وهو بيستخدمها؟ بصي تحت في الكابشن. ولو ليكي تجربه سيئه مع اشواجندا جربي فيتا كير وهتلاحظي فرق، بس ما تنسيش تدعي.